هل المنشطات تنزل من وتيرة صحة المطية؟ لو هو صحيح أنها تنزل ما تتهجن الشيوخ، تضرب وهي تقعد تكصص كنسياك الإعلامية. الشعر، الطير، الهجن. الحين راعي العزبة بإمكانه يفتح صيدلية ويشتغل، والتنشيط ما نفع الردية ولا قربها من الجزيرة. سر من أسرار محمد بن فطيس المري تسجل تيم تاريخي توقع، وهو صادق الركض مريض ومحتاج علاجات. المحللين منافق أشكره، وكل يوم ظاهر لك اسم ما بعد مر عليك في حياتك. الناس راحت والروحت تطاع على طين الحمام، من يمتلكها فوزها باسمه شعار اللوطنة. هذه هي اللي تستحق القدر لا قرب الزحام، اللي غراها كل قلب قد عرفها يسكنه. تراثنا وتراث أبانا له معزة واحترام في كل ساعة يوم ولا في شهر ولا سنة. حنا الهجن همالنا في وقتنا شرب وطعام، ظهورها هي مركبة الأجداد تشهد الأزمنة. تقديرها عند الرجال اللي مطالق حشام، تقوم بالواجب لها ما تعرف الصده عنه. يا أهل الهجن عشاقة الناموس عالينا المقام، نوادر مثل الأدام صاير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا ومشاهدينا الكرام، نلتقيكم هنا مجددا. نلتقي في هذا اليوم وفي هذه الفقرة مع شخصية مميزة، شخصية بارزة في على مستوى الساحة الخليجية، سواء في على مستوى الشعر وأيضا على مستوى الهجن، وتواصلا على مستوى القنص، مع الشاعر الذي أنجز وخطف لقب شاعر المليون للموسم الأول. إنه الشاعر المخضرم، إنه الشاعر المبدع، إنه الشاعر المتميز، وما لك الهجن الذي شار له بالبنان، محمد بن فطيس المري. هذا الاسم يكفي عن التعريف. أبو حمد، نرحب بك عبر قناة البادية. يا مرحبا، الله يرحب بك، أنتم اللي مرحبا وحياكم الله في محلكم الثاني، وأتشرف بوجودكم وبوجود قناة البادية في محلها الثاني، وأتمنى للقناة والقائمين عليها التقدم، ونشوفها إن شاء الله في مصاف القنوات العملاقة في الساحة. هذا الشرف لنا. اليوم نحن استضفناك في الفقرة، ولكن أنت ضيفتنا اليوم في عزبتك، طول الله عمرك، استقبالك ثمن رائع. أبو حمد، ببدأ معاك على أجواء المرموم هذا الموسم وهذا الختامي. كيف تشاهد أجواء المرموم من ناحية التنظيم وأيضا الدعم والمنافسة والقوة والتحدي الذي شهدها سن الصغار تواصلا مع أسبوع سن الكبار؟ والله يا طويل العمر، الأجواء طيبة مثل ما يراها أصحاب الرياضة والمتابعين من خلال التقاء الإخوان الخليجيين من كل مكان في الختامي، وهذا حالهم في كل ختامي، يتزاورون من دولة إلى أخرى، والهجن كلها بركة. يعني الرياضة تجمع بين الأشقاء وتزيد من ترابطهم. وفي الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة وخاصة السنة هذه بالتحديد، القنوات يعني أمثالكم صارت تنقل الأمور من ما هم من الميدان وبس، وصلت إلى العزب، وصلت إلى الملاك، وصلت إلى يعني مثل ما تقول خبايا وخفايا هذه الرياضة. كشفت للناس كيف الناس متقاربين في اللي هم أصحاب الهجن، كيف يتزاورون. نعيش في المرموم كما عشنا في الشحانية، وكما سنعيش إن شاء الله في الوثبة، أجواء عيد، بحيث أن الناس يتزاورون، وهذا يأخذ فنجال عند ذا وذا يتعشى عند ذا. يعني الباب مفتوح طال عمرك، وما فيه يعني تحديد لموعد الزيارة.
التجمع والتعارف ما بين أبناء هذه الرياضة وملاقاة أصحاب السمو الشيوخ في على مستوى الميدان، هذا بحد ذاته ناموس. أبو حمد، منافسات أصحاب السمو الشيوخ ومنافسات أبناء القبائل في هذا الختامي، هل تشاهدها تتطور، أو يعني بقول لك أنا في تحدي أقوى من المواسم الماضية من خلال مشاركة أبناء القبائل وأيضا مشاركة الأقطاب الثلاثة على مستوى أصحاب السمو الشيوخ، هجن الشحانية وهجن العاصفة وهجن الرياسة؟ هل هذا يشكل من وتيرة المنافسة؟ هل هذا في صالح تنافس ما بين الأقطاب الثلاثة في صالح أبناء الرياضة والشعب؟ مؤكد هذا الأمر. يعني أي رياضة يقوم بدعمها أصحاب السمو الشيوخ لابد أن الهدف منها ونتائجها تكون تصب الفائدة على الشعب وعلى ملاك الهجن في هذه الرياضة. تنافس أصحاب العزب يعني الكبرى اللي هي الأقطاب الثلاثة مثل ما تقول، يعني أساسها من الشعب ومن ملاك الهجن. يعني في المراحل الأولى الشيوخ طال عمرك تنتقي أفضل السلالات وأفضل الحلال المتميز عند الشعب، وبذلك تؤسس العزبة نفسها. فلا شك أن المنافسة في هذا الموسم يعني على أشدها مثل ما يقولون. يعني كل الشكر للقائمين على هجن الشحانية بشكل خاص على هذه الإنجازات اللي أسعدتنا كثيرا، والشكر خاص مني أنا محمد إلى سلطان الوهيبي على ما قدمه صراحة من خلال الجزيرة ومن خلال ارتياد. يعني جدا يعني نفخر به هذا المضمر كونها ضمن كوكبة المضمرين في عزبة الشحانية. ويعني في سنوات كثيرة قد يكون المستوى فيها متذبذب، لكن السنة ذي الشحانية فرضت سيطرتها في ختام الشحانية وختام المرموم، وإن شاء الله في ختام الوثني. تكلمت عن هجن الشحاني وتكلمت عن سلطان الوهيبي، منافسات الإذاع شفنا بكرة تشابه الجزيرة اللي هي ارتياد. تيمر حدث، لربما هي كانت عنوان أسبوع الصغار مع ارتياد. أنت قلت فيها أبيات، سمعنا أبيات اللي في ارتياد ملك هجن الشحاني. هي الله يسلمك سلطان الوهيبي مضمر يعني، وهو سالم. أنا والله ما بيني وبينه أي علاقة شخصية ولا قد يمكن التقينا، لكن يعني إنجازاته تفرض علينا نحن نشكره على هذا الإنجاز، لأنه سجل تيمات حدث في هذه الرياضة من خلال الجزيرة، ومن ثم فاجأنا بارتياد. يعني قالوا الجزيرة طال عمرك، الجزيرة يقولون دائما يقولون الجزيرة مضمرة روحها بروحها. أكثر الناس في المجالس يقولون الجزيرة ما تبغي أحد يضمرها، هي سبوق وأنا أقول لا، الجزيرة سبوق، والسبوق سبوق مهما كانت، لكن المضمر يا يزيدها يا يخلها. فسلطان أثبت من خلال الارتياد أنها قد المسؤولية. ارتياد يعني نومستنا وأبهرتنا صراحة. أنا أخذوا معي لقاء قبل فترة في أحد القنوات وقالوا من ترشح، قلت ارتياد إذا هي على مستواها اللي في الدوحة يعني ما أثر عليها فممكن أنها تنسبق، لكن كانت في المرموم أفضل من مستواها في الدوحة، والدليل التوقيت. فهذه سلالة طيبة، وهذا فضل من الله إن يعني إنها كانت من نصيب الشحانية. وارتياد أنا أقول لك إذا الله سلمها بتسجل توقيت أفضل في المستقبل. الجزيرة والله هي تيمها في الجذاع أفضل من تيم الجزيرة في الجذاع. الجزيرة في الجذاع ما جابت هذا التيم 41. الجزيرة لها محاسن كثيرة. الجزيرة تسبق وهي مختلة، وهذا يعني ما فيه مطية بتنقل عوقها وتسبق. الجزيرة كلها نشاف صورها. الجزيرة يعني لا عينها يوم دخلت التحضير ولا يدها ورسوم الجداد اللي فيها. يعني مثل الطير الطيب، بعض الطيور الطيب حتى لو انها مختل يبيض وجهها ذاك النهار في الهدد. فالجزيرة حالة استثنائية
وصعب أنها تتكرر. لكن ارتياد اللي هي شبه الجزيرة صدقني بتكون عقبة أمام ملاك الهجن في الخليج كله. والأبيات هذه الأبيات مرة قلتها الشوط بعد ما انتهى الشوط، كانت عندنا أحد القنوات، ويقول ارتياد اليوم ما هي بارتياد، اسمها في خاطري شبه الجزيرة، شفت فيلم المعجزة كأنه عاد، وشفت شبه المعجزة صورة وسيرة، يوم ضربت فانفهق منها الشداد، ولا لقوا ثرها فلم ترى الأخيرة. صح لسانك، صح لسانك يا المبدع، ودائما تعودنا على إبداعك. أيضا علاقتك مع الطير، علاقتك مع الشعر، علاقتك مع الهجن، كيف حاولت أن تجمع جميع الهوايات وتنسق بينهن وتعطيك الهواية وقتها، الشعر، الطير، الهجن؟ هو الله يسلمك ويسلم المشاهدين، هوايتين تغذي هواية، الطيور والهجن هي اللي تغذي الشعر. أنا استمد طال عمرك الشعر من الهوايتين ذي اللي هي الطيور والشعر، بالإضافة إلى الغزل بعد، هذا أحد هواياتي. فالتنسيق بينها بسيط جدا، يعني ما يحتاج إلى ذلك يعني الجهد، لأن من حيث الوقت طال عمرك، وقت الطير طال عمرك من شهر 10 و11، هذا يكون وقت تأهيل للحلال وفيه متسع. يعني الختاميات تجيك طال عمرك بعد رابطة الطير اللي هو طير الحبارة، أما الربع الكروين ما زالوا في المقناص، فبإمكاننا يعني نوفق بين هذه الأمور كلها. بداية أبو حمد في عالم سباقات الهجن متى كانت وكيف كانت؟ البداية طال عمرك يعني كبداية يعني من خلال عزبة ومن خلال حلال ومشترى، هذا من العام. أما يعني المحبة هذه قديمة ومتوارثة منذ زمن، لكن البداية الفعلية كتوجه يعني من العام تقريبا ابتدت تأسيس العزبة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في السنوات الجاية. مطايا كثيرة في عزبتك وإنجازاتك، ودائما ما يرتبط اسمك بالنواميس. كنز كان أحد الأسماء المتميزة معك. صحيح، هذه من أحدى يعني الأبكار اللي غالية علي، ومن يعني من المطايا اللي يشار لها بالبنان، وانتقلت ملكيتها إلى الرئاسة. وأيضا هناك الحفانة، نسميها الحفانة، انتقلت ملكيتها إلى عزبة العاصفة العام. أيضا أسماء كثيرة، وعبرود السنة ذي قعود مسجل أفضل تيم في سويحان انتقلت ملكيته إلى الرئاسة. وقهوة أيضا بكرة اسمها مسميها قهوة، مشاركين بها الصبح في الشوط الرئيسي، شوط الصبح، وفضلت أنها تكون في هذا الشوط لأنها الصباح وهي اسمها قهوة، وانتقلت ملكيتها أيضا إلى هجن العاصفة. أبو أحمد، لو تسمعني شيء في الهجن. حاضرين والله، احنا ودنا نسمعكم شيء ما كررناه في القنوات الأخرى. يقول: يا الربع من عين السابق، يا الربع من عين السابق، والفحص 100/100، ما هي مضروبة ببره يومين وترد حزمية، أبغي ذلول لها ماضي ما هي بغيمة بصيفية، تلحق وتفسخ على يدها سبوق ما هي بعادية، مهجن جدها الثالث ومنه نازل عمانية، تسرح ترقص من العزبة كانها على القت مدعية، ولا تذير من الدورة لو ضاع معها طبيعية، وانحضرت تكرف الراعي تقول ما هي مقفية، إلا بركت كأنها مركب وكانها من الركض مزوية، طويلة الجنب والغارب مبرومة الورك مبرية، أبغي ذلول مثل شودة ولا نهب شوط عصرية، ومثل الجزيرة إلى سيقت وإن كلمة قلت قمرية، أبغي ذلول لها ماقف في الشوط والهجم مسمية، إشعارها يحسب حسابه في الشوط ما هي مخفية، تسرح إلى سيقت وتظهر والهجم بالضرب مكوية،
خلاف هالهجن من ثرة، وبعض العرب علق آلية، بعض الهجن ضربها بلشة تروق تقول مرمية، تضرب وهي تقعد تكصص كنسياك العليمية. يا صح لسانك صح لسانك. أبو أحمد، هل امتلكت مثل هذه المواصفات؟ والله سياكل مهي بشوي واجد، لكن أنا كنسلناها كلها. شبه أعمار وقمرية والله شبه إن شاء الله قريب بياتي إن شاء الله بإذن الله. اللي إن شاء الله راعت المواصفات إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هذه ليمتد اديشن، هذه ما تجي الا الشيوخ. لا ان شاء الله تجيك، انت رجل مجتهد في عالم التراث. ابو حمد، تطور في عالم سباقات الهجن من عام الى عام في كل الميادين، انا ما اتكلم عن ميدان المرموم، اتكلم عن الساحات الميادين كشكل عام. يعني التطور من ناحيه التنظيم، الدعم، الترتيب، حتى القوه، المشاركين، كيف تشاهده من نظرك؟ اكبر دليل على التطور الحين اصحاب الهجن كلهم قدهم صيادله مع مشاهدات، هذا من ضمن التطور. الحين راعي العزبه بامكانه يفتح صيدليه ويشتغل، يعرف الادويه ويعرف المقاسات ويعرف. هذه حسنه الهجن على اصحاب الهجن. التطور ملحوظ طال عمرك من خلال التيمات تجدد كل سنه، كل سنه ينكسر 3 ثواني 5 ثواني من كل سنه، وهذا دليل على أن الناس وصلوا إلى مستوى عالي من التضمير، مستوى عالي من التخصص، مستوى عالي من السلالات والسبق. فالتطور مستمر دام هذه الرياضة مستمر، لأن كل إنسان وكل عزبة السنة الجاية يحاول يعوض الأخطاء اللي سواها السنة اللي فاتت، فلذلك المستوى يرتفع. لكن أبو حمد، تتوقع وصلت أو ستوصل هذه الرياضة إلى الاحترافية؟ وصلت إلى الاحترافية، ما أقول لك ستصل، وصلت إلى الاحترافية. ما هي المؤشرات اللي خلتك تقول وصلت إلى الاحترافية؟ كيف يعني، من أي معايير؟ الدليل أن المضمرين الحين أكثرهم ما يعرف يقرأ ولا يكتب، لكن تلقى في موتره سقاية وبر وغراش وأدوية، ويعرف أسامي منتجات الأدوية ومكوناتها. هذه ما هي باحترافية، هذه احترافية. ووصلوا إلى مستوى أنهم خلاص يعني أصبح التضمير ما عاد هو بشيء عند فلان وعند فلان وثلاث أسماء معروفة في الساحة متسيدة، لا، الآن بإمكان الكل يعني يدخل هذا المجال. احترافية في درجة أنهم يعرفون، أصبحوا على دراية كاملة بالمقيض، الأرض الفلانية أفضل، الأرض الفلانية تدخل المطية، الدورة الفلانية تدق المطية. فهناك احترافية يعني بشكل ملفت في الآونة الأخيرة. أنا أشاهدك تروح وترجع على موضوع المنشطات، الأدوية. هل تعتقد بأن هالمنشطات قد تنزل من وتيرة الهجن؟ والله أنا شفت القناة ما هي بجريئة في الأسئلة على المنشطات، فحبيت أفتح لكم الباب. أيضا نحب نفتح مثل هذه المواضيع، المنشطات. بعود لك السؤال، هل المنشطات تنزل من وتيرة الفحص اللي هي صحة المطية؟ لو هو صحيح أنها تنزل ما تتهجن الشيوخ كلها. تصريح قوي هذا أبو حمد، تصريح قوي. نشكرك. صحيح. هي لو أنها تخل النشاط كان اسحبوها كلها عقب الخط. أبو حمد، أنت مع القرار الذي أصدر بأنه منع الفحص عن المنشطات؟ هو يجب علينا كمتابعين وكأصحاب هجن وكأصحاب رياضة نصحح أولا المسمى، بعد ذلك نخوض في التفاصيل. هو ما هو منشط، وهذا ما هي بدعوة إلى التنشيط، لكن هذا المستخدم حاليا علاج، ما هو منشط. المنشط غير والعلاج غير. الآن إبرة الكرتزون مثلا أو الإبر مخففة الآلام اللي تعطى اللعيبة في المباريات، قبل المباراة يعطون اللاعب اللي عنده ألم أو ماء في الركبة مثلا، يعطونه إبرة تخفف عليه 6 أشهر. هل هذه منشط؟ ما هي منشط. الأدوية المستخدمة حاليا علاجية ليست تنشيطية، هذا يجب أن يصحح عند الجميع. الشيوخ حاليا ما يستخدمون منشطات، يستخدمون العلاجات، والعلاجات هذه
تظهر السبوق على حقيقتها. والدليل الجزيرة سبوق، صح ولا لا؟ فتح التنشيط ظلت هي السبوق، السبوق ظلت سبوق. الأدوية والتنشيط ما نفع الردية ولا قربها من الجزيرة. يعني مثل بقول لك مثل أتمنى أن الناس يستوعبونه لأنه سهل. الحين إذا عندك ديدسن غمارتين وعندك مرسيدس وركبت عليها 2 سوبر، ما اللي بيسبق؟ طيب الديدسن بتقعد ديدسن إن الله خلقها، حطينا عليها سوبر ما هي بسابقة المرسيدس. السبوق سبوق والردية ردية، زودت انت 2 تقدموا 5 أمتار. المتوسطة يزيد المتوسطة إن عالجتها جات في جنب السبوق، وإن عالجت انت السبوق راحت وراها، والمتوسطة جات وراها. يعني ضد هذه العلاجات؟ ماني بضدها. العلاجات أنا الحين أدور لها، كانكم مخابرين شيء. الدعوة قد هي علاج، ما عاد هي بركض. يوم عادها ركض فناصر الشهواني وابن مقارح ودلبج والمضمرين الأولين والزقيبة والمشيط وربعنا الآخرين والخزينة، ربعنا اللي هلا أنا بعد وبغلط واجد اللي أنا ما عديت. لكن يوم عاده الركض صحيح في يسبق ناس إنهم اللي يسبقون، ما حد يقدر لهم. لكن ما دام عودت علاجات طال عمرك، فالحين كله يسبق، وكل يوم ظاهر لك اسم ما بعد مر عليك في حياتك. سمو الشيخ حمدان بن راشد قال ركض مريض وزاد مرض. من هو؟ هو صادق، الركض مريض ومحتاج علاجات. الظاهر ان ابو حمد يبين علاجات. ابو حمد، نحن خلاص انتهينا من منافسات الصغار وشفنا تفوق شحاني مع عاصفي. ايضا تواصلا مع سن الكبار وصلنا الى يوم السنام، يوم الختام، وايضا منافسات الثنايا والحول. خلاص وصلنا الى سن الكبار، الى سن الذروة مثل ما تقول. ترشيحاتك وين تروح؟ والله الترشيحات انت الحين حطيتني في موقف المحللين ما هو بكلهم، بعضهم منافق أشكره. أي نعم، بعضهم مو بكلهم يرشح وهو داري انها مي بسابقة، متأكد، لكن بس يبغى رب حد يسمعه انه رشحها. بعض المحللين مو بكلهم، ما يرشح بناء على يعني على معايير وعلى متابعة. الترشيح معازيبي أنا بخدمهم ولا لهم، ما هو بترشيح مطية إلى سكة الحلقة الابطان بعيني معزبي إن شاء الله. لا ما هي مسألة، هي احترافية وفنية. مسألة طال عمرك الترشيح بالنسبة للثنايا طال عمرك بين أسيل. المنافسة بتكون بين أسيل وبين عوايد، بين أسيل وبين سليم، أظن اسمها سليم، أي هجن الشحني عند سلطان أظن، وبين عوايد. المنافسة بينهم، وأتوقع عوايد تسجل تيم تاريخي. توقع عوايد تسجل تيم تاريخي في سن الثنايا على أدائها اللي أنا شفت في الشحنية. سليل بتضايقها، لكن عوايد بتسجل تيم حدث، والعلم عند الله، هذا مجرد يعني تخمين. سليل بتشد من وتيرة المنافسة، وبعد عوايد بتختمها مع توقيت الحدث. أيضا منافسات الحيل يا طويل العمر، السيف يحول الحيف على الحيف. السيف يا طويل العمر بين شوف، في شديدة عند الرئاسة، وفي خود وظن عند ابن فاران، أظن عند ابن فاران أو عند ابن عطية، ظن عند ابن فاران. في طال عمرك الحايل اللي جات رابعة في قطر، أسيل. أي نعم أسيل، لكن أتوقع أن الشوط كامل يخدم ظن،
تستخدم ظن، مع أنها ظن جات ثالث. ليش ما رشحت خود؟ خود انضغطت في الشحانية، يعني كنت أتابع انضغطت، ويمكن الضغط هذاك يأثر عليها. إذا ما أثر عليها فهي يعني مرشحة للفوز. أبو حمد، هل يعني اعتزال الجزيرة وغياب الجزيرة في هذه المنافسات وفي الصيف دبي هل خف من المنافسة؟ هل يعني أعطى للناس أريحية، أعطى للناس للمشاركين أيضا وللمؤسسات وللهجن المشاركة أريحية؟ كانت أول مع الجزيرة الكل يروح مع الجزيرة، من كل الفئات من كل الأجناس، سوينا معهم لقاءات قبل شوط الصيف، الكل راح مع الجزيرة. اليوم البعض يروح مع العاصفة، البعض يروح مع الشحانية، البعض يروح مع الرياسة. اليوم تلاحظ أن شوية توسعت المنافسة، كانت أول منحصرة مع الجزيرة. هل خفت من وتيرة المنافسة الجزيرة؟ هي طال عمرك الجزيرة مثل ميسي الحين في كرة القدم. تخيل ميسي يعتزل بكرة، نص الجمهور يمكن يروح. هي ريحت الناس، لكن المشكلة شبه الجزيرة اللي طلعت، أتوقع أنها بتواصل نفس المسيرة. نعم. محمد، نحن كشفنا عنك سر من أسرار محمد بن فطيس المري، إنه كتالوني برشلوني. صحيح، أنا برشلوني طال عمرك، ورياني بعد. برشلوني ورياني، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أبو حمد، سمعنا قصيد في الغزل، نحن نريد نسمع المشاهدين مع الغزل وبعد ذلك بنختم معك. أبرك الساعات. يقول طال عمرك ومن يسمع لي 3 سنين من فرقاك قادع، لي 3 سنين من فرقاك قادع، قهوني بالوصل يا دلة سنيني. قال وصفني وقلت 2000 بادع، مبدع لو يصفونك يا ظنيني. دايما من دون وصفي لك روادع، قلة أشباهك وحسد السامعيني. قال أخاف تكون في حبي مخادع، قلت لو اللي صدف بينك وبيني. والدليل إنه يجيني منك رادع، كل ما جيت أهتني بك ما يجيني. ما تخليني محاتاة الموادع، أهتني بمشاهدك يا نور عيني. سلام يا سلام، صح لسانك، كلمات في قمة الروعة. الشاعر محمد بن فطيس المري، نحن ما ودنا كنا نختم معاك لكن الوقت يضايقنا. كلمتك الأخيرة تجاه متابعينك ومشاهدينك عبر قناة البادية. والله مرحبا بكم في محلكم الثاني، وأسعدتونا بهذه الزيارة، وشكر لهذه القناة وللقائمين عليها، وأتمنى لها التوفيق. وأنا حاضر في أي وقت لقناة البادية، وقناة يعني ننتظر منها الكثير، وأملنا فيها كبير إن شاء الله في التطور، وأتمنى لها التوفيق والتقدم إن شاء الله. الله وجهك أبو حمد، كلمة شكر لا توفي بحقك، أنت استقبلتنا استقبال رائع وقبلت الدعوة باللقاء، وهذا يشكر لنا. الله يطول عمرك، نتشرف بوجودكم ومرحبا والسلام. شرف طال عمرك. هكذا متابعينا ومشاهدينا الكرام، كما كنتم معنا مع لقاء خاص وحصري لقناة البادية مع الشاعر محمد بن فطيس المري، الذي تحدث من خلال لقائه عن المنشطات، وتحدث أيضا قال بأن المنشطات هي ليس منشطات بل هي علاجات. أيضا عرفنا عنه سر بأنه كتالوني، أيضا من عشاق الطير، وأيضا شاعر فذ، وهنا وريان أيضا مع الريان في الدوري القطري بلا شك، وأيضا هو أحد العاشقين والمولعين بهذه الرياضة، رياضة سباقات الهجن، وعسى الله يتمم، وأيضا عسى الله يوفر معاه سبوق مثل الجزيرة وارتياد، مثل راعة المواصفات اللي ما هي عن السياكل بل هي من شبه الجزيرة وإعمار. كنت معنا مع لقاء خاص وحصري، نلتقيكم في لقاءات أخرى، ولذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واركان كبيرة في لحمها مع تعزلها بترام، مع غارب حتى ولو زاد شحمه ما يدفنه، كرسوعها من زارها مفكوك ما فيه التحام، والخوف مثل القرش والهيكل عدي من معدنه. الناس راحت والروحت تطاع على
تملكها فوزها باسمه شعار اللوطنة. هذه هي اللي تستحق القدر لا قرب الزحام اللي غلاها كل قلب قد عرفها يسكنه. تراثنا وتراث ابانا له معزة واحترام في كل ساعة يوم ولا في شهر ولا سنة. حنا الهجن ما لنا في وقتنا شرب وطعام ظهورها هي مركبة الأجداد تشهد الأزمنة. تقديرها عند الرجال اللي مطالق حشام تقوم بالواجب لها ما تعرف الصده عنه. يا أهل الهجن عشاقة الناموس عالين المقام نوادر مثل الأدام صايل ومهجنة. العز والناموس يبغي له عزايم واهتمام كسب المعالي كايد ما هو سوالف للسنة. ولا ينام سيحتمل مضمار في الصف الأمام إلا سبوق الرمزها في كل موسم تضمنه. ناموسها طبعه لها وتجدده في كل عام ولحظة ترشيحها كل الأوادم تعلنه. مربوعة الجمهة ما في عنقها غير العظام وسيعة المنحر عريض الجنب مع عرض بدنه. وركن كبيرة في لحمها مع تعز الاحترام مع غارب حتى ولو زاد شحمه ما يدفنه. كرسو